السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من قلب أوراش الملاعب، وبهذا الدعم ديالكم نزيدوا القدام ونجيبوا لكم كل شيء أول بأول. اليوم غادي نركزوا على آخر التطورات اللي وصلتنا من ملعب البريد في مدينة الرباط. كاينين شحال من ملاحظة مهمة كيبانوا لينا كيفاش خدامين الناس تما، وبغينا نفهموا بالضبط فين وصل المشروع وشنو كتعني هاد الخطوات اللي كيداروا دابا. أول حاجة باينة بزاف هي أن خدمة المدرجات سالات كليا، وهذا الشيء خطوة كبيرة في مشروع بحال هذا، حيث ملي كيكون هيكل المدرجات واجد راه الأساس ديال الملعب كله كيسالي، وهذا الشيء كيعني أن الأرضية وركائز البناء واجدة دابا باش يدخلوا في مرحلة تركيب السقف والكراسي، ومن بعد يستقبلوا الجماهير. هذه نقطة تحول مهمة بزاف في هذا الورش. الحاجة الثانية اللي لاحظنا هي أنهم بداو يركبوا هياكل السقف وبالضبط من الجهتين اللي ورا الجولين. ممكن يتطرح السؤال علاش بداو من هاد البلايص بالضبط، والجواب على ما يبدو أن التركيب ديال السقف كيجي من بعد ما تكمل المدرجات بالخرسانة، وهاد المرحلة كتعتبر بداية للتشطيبات اللي غادي تجي من بعد. ربما التصميم ديال هاد الجهتين كان أسهل، أو يمكن كيتعلق بطريقة سير الأشغال وتنظيم المعدات في الورشة باش ما يكونوش تعارضات. راه تركيب السقف عملية معقدة خاصها دقة وتنظيم كبير، وممكن كيقسموا الأشغال لمراحل باش يضمنوا الجودة والسلامة في كل خطوة. نمشيو دابا للنقطة الثالثة وهي أرضية الملعب. المصدر اللي معانا قال أن المعدات الثقيلة اللي كانت خدامة في وسط الأرضية تم سحبها، وهذه الخطوة رغم أنها كتبان بسيطة إلا أنها في الحقيقة مؤشر كبير، حيث في الغالب منين كيسحبوا الآليات الثقيلة كيعني أنهم واجدين باش يبداو في تركيب طبقات الأرضية ديال اللعب. وهنا فعلا كيبان أن الملعب بدا كيشكل ملامخه وما بقاش مجرد ورش، بل كيولي فعلا ملعب كرة قدم. إذن إلا بغينا نلخصوا الموقف، المدرجات واجدة 100%، السقف بداو يركبوه في بعض الجهات، الأرضية ولات كتدخل في مرحلة حاسمة من التحضير، خدمة ماشية بخطوات ثابتة، والملعب كيبدا يبان كيفاش غادي يكون في الأخير. دابا كنتقلوا من مرحلة الهيكل العظمي لمرحلة الملامح والتجهيز، وهذا الشيء كيخلينا نتسائلوا شنو هو الخطوة الجاية؟ واش غادي نشوفوا قريبا تركيب الكراسي في هذوك المدرجات اللي سالاو، ولا غادي يتحرك التركيز على الواجعات من برا باش يكمل الشكل الجمالي للملعب؟ المتابعة في الأسابيع الجاية هي اللي غادي تورينا أولويات الورش بشكل أوضح. وفي الختام شكرا على المتابعة ديالكم، ما تنساش تكتبوا لنا آراءكم في التعاليق وتشاركوا الفيديو مع الناس المهتمين. موعدنا قريبا في فيديو جديد من قلب الميدان. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.